السلام عليكم، اخباركم ايه يا حبايبي؟ النهارده معايا فيديو جديد، ودي الكبده الاسكندراني الجميله. شايفين جمالها ازاي؟ جبناها بقى ايه الطريقه الاصليه من اهل اسكندريه. تعالوا نشوف عملنا الكبده الحلوه دي ازاي، ونشوف مقاديرنا ايه مع بعضينا، وان شاء الله هتعجبكم. معايا هنا كبده، ودي راس توم صغيره، ده قرن فلفل حراق، وهنا معلقه كمون، معلقه كزبره، ومعلقه ملح، ودي ليمونه، ومعايا معلقه خل. هناخد الكلام ده كله طبعا على الكبه بتاعتنا، واروح نازله بكل المقادير دي، هفرمهم مع بعض. هنزل بالفلفل، وادي الثوم والبهارات بتاعتنا، وادي عصره الليمونه ومعلقه الخل بتاعتي، وهمسك الكلام كله ده هضربه في الكبه. اضربه ننعمه كده، اللي بيحبه خشن انا بحبه ناعم، دي طريقه حلوه. هاخد نص احطه على الكبده واديها تقليبه كده حلوه، ونص التاني هخليه عشان احطه معايا. هبتدي اقلب الكبده كده. بص التتبيله ريحتها تحفه. هجيب بقى كده معايا طاسه على النار سخنه فيها شويه زيت حلوين، هنزل بقى بالكبده كده واديها تقليبه حلوه كده، لازم تاخد الصدمه دي. وهبتدي اقلب الكبده. طبعا عندي نص الخلطه اهي، اروح منزلاها على الكبده، كمل بقى فيها التشويحه بتاعتها الجميله دي. ابتدي اقلب فيها، كل ده هياخد بس بالظبط كده 6 دقايق. هنزل بقرن فلفل رومي، بص جميل ازاي، بيبقى حلو قوي مع الكبده. الكبده منحطلهاش البصل خالص، كبده الاسكندراني وما بنحطش لهاش فلفل اسمر. تدي ده تقريبا 6 دقايق بالظبط، استوت معايا وزي الفل. نقدمها كده ونغرفها، نحطها مع بعضينا كده في السندوتشات الفينو بقى، ونعيش الجو بقى الاسكندراني بقى وجو عربيه الكبده. تاكل معاها جنبها طحينه كده جميله وسط السندوتش، والفلفل جواه كده هتحس ان هو صاحي ولذيذه. ان شاء الله تعجبكم، ويا رب الفيديو يعجبكم وجربوها، وبعتولي في التعليقات. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد، ولايك كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.